هذا الحدث الذي كانت خلفه ما خلفه من مؤامرات يتعاملون معه. أنا أسألكم، هل سمعتم من سياسيين تحدث عن هذا الموضوع؟ أبدا، وكأن الأمر لا يعني، إضافة إلى من هرب منهم من هرب، وإضافة إلى من أشكل منهم من أشكل. ولكن بحمد الله، وأقولها بكل ثقة ليست فخرا وافتخارا، إنما كنت مدركا جيدا للمؤامرة التي كانت تحاك حول قضية الإعدام. وسمعتم قصصا كثيرة أن المالكي ما أراد أن يعدم صدام، لكنه الرئيس الأمريكي قال له عدم اليوم. بالحقيقة القضية ليست هكذا، إنما الجانب الأمريكي طلب تأجيل الإعدام 15 يوم. قلت لهم أبدا إلا اليوم ينعدم. قالوا نهن بعد العيد، قلت لهم أبدا، نعدنا قبل أن تطلع شمس صباح العيد. كنت أدرك، وكثير من الإخوان الذين كانوا خلفي في خوف وهلع شديد من عملية الإعدام، قلت لبعضهم هامسا إذا ما أعدمناه اليوم بالليل راح يطلع من العراق. وأخيرا طلعت المحامية مع صدام بشرى الخليل قبل أيام اعترفت، قالت كنا متفقين مع قطر، وقطر متفقة مع مجلس الأمن الدولي على أن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي بطعن المحكمة العراقية ونقل صدام للخارج حتى يستعدوا مرة أخرى في جولات جديدة باعتباره هو رمز البعث ويتحركون. لذلك كان إصرارنا كبيرا، وواجهتنا تحديات كثيرة من هيئة الرئاسة والذين رفضوا التوقيع، إلى وزير العدل الذي هرب عن التوقيع، إلى إخواننا الذين قالوا لي بعضهم نخشى أن يكون الإعدام خطأ، وإلى غير ذلك من أمور. ولكن كانت بحمد الله عندي رؤية وحدث صدرت الاعترافات عليها الآن أن المخطط كان وأموال مدفوعة ضخمة أن يهربوا من العراق. هذه قصة الإعدام، أرجو أن تكون واضحة عندكم. ومن يقول بأن الأمر جاء من خارج أو داخل، أبدا. حتى قلت إذا ما سلموني أنا، هو كان مو في سجوننا، في سجونهم، إذا ما سلموني الليلة وهي الساعة 3 بالليل، إذا ما سلموني آخذ قواته وأروح للسجن وأطلع بالقوة ونصادم إحنا وياهم. فتراجعوا بيناتهم قالوا المالكي يسويها، طوه يخلصونه. انتزعناه من بين كل الإرادات التي كانت تتآمر، مو لأنه صدام مهم، مو لأنه فرد شيء، مو لأنه راح يعوضنا عن دماء الشهداء أهلنا وعلماءنا عن الصدر الأول والصدر الثاني والعارف البصري وآل الحكيم وآل المبرقع وآل بحر العلوم وآل شبر، ما راح يعوضنا عن هاي الشهداء شيء. حتى لما جابوه بالإسعاف والله أنا ما رحت لا محكمة ولا حضرت إعدامه ولا حبيت أن أكرمه بالحضور، فألحوا علي أشوفه من جابوه بالإسعاف، ورفضت ألحوا علي. رحت شهد الله ماكو دقيقة ولا نص دقيقة، فقط فتحوا الباب، قلت له وماذا ينفعني إعدامك؟ هل يعيد لي الصدر أم يعيد لي الشهداء في مالنا؟ ورجعت. هذه قضية إعدام صدام التي تأتي ذكرها